بصوا صينيه السمك الخطيره دي، بسم الله. ما تيجوا نشوف عملنا السمك ده ازاي، يجنن. ما تيجوا نشوف عملنا صينيه السمك دي ازاي. يلا بينا. انا جبت السمك وقطعته، بصوا عملت فيه زي فتحات كده من هنا. قطعت السمك بالشكل ده، ممكن تسيبيه سليم. وتبلته بثوم وكمون وملح وليمون. عندنا الخضره او الخضار اللي احنا هنحطه على السمك. ده بصل متقطع مكعبات، طماطم، عندنا كرفس بس هو كان فروزن عشان كده هتلاقوه دبلان شويه. كمان عندنا جزر، عندنا اخدنا من التتبيله بتاعه الثوم بالليمون بالكمون اللي احنا حطيناها على السمك، اخدنا منها جزء حطيناه على الخضار اللي عندنا. وحطينا كمان عصير ليمون، انا حطيت 4-5 ليمونات، انتي ممكن تكتفي بليمونه واحده فقط وبس. وحطيت ملح وكمون. هنقلب طبعا الخضار كويس عشان كل حاجه تبقى تاخد من طعم بعض. كمان انا حطيت الثوم بيدي بقى ريحه كده ايه خطيره. هناخد السمك هنرصه في صينيه. رصينا السمك، هنبدا بقى ايه نجيب حوده كده يساعدنا. يلا خد من الخضار ده حط في قلب السمك. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس. ناخد من الخضار، طبعا هنكمل كل الكميه بالشكل ده مع محمود. نحط بس كل الخضار كده. رصينا كل صينيه السمك، هننزل بالايه بباقي الصوص اللي كان معانا في الخضار. اخر حاجه معانا هنحط زيت، طبعا ربع كوبايه زيت على وش السمك كده. الفرن بتاعنا شغال من واحنا بنرص السمك. هنبدا نحط الصينيه بتاعتنا. انتظروا اجمل صينيه سمك. خلصت معانا صينيه السمك، طلعها بسم الله. طلع كده بسم الله. هنجيب طبق التقديم اوريكم بقى. عايزه اقول لكم ريحته قلب الدنيا من جمالها. بصوا الخضره بتاعته، الخضار ده السمك بتاعنا. اجمل طريقه تاكلوا بيها السمك هي الطريقه دي. بصوا جماله عامل ازاي. خطير. عملنا جنبه سلطه البلدي بتاعتنا. بكده طبعا تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.